شوفوا لي قد ايه مويست وريحتها بتشهي. ماربل كيك سهلة سريعة. شوفوا الطريقة. نبدأ بثلاث بيضات، نص كوب سكر أبيض، وبنخلط ليتضاعف حجمها. وصلنا للقوام اللي بدنا إياه. رح أنزل نص كوب زبدة، أهم إشي تكون دايبة. نص كوب لبن رايب، إذا عندكم جريك يوغرت بكون كتير ممتاز. معلقة ونص فانيلا، وبنخلط. الخليط عنا هيك صار جاهز. هلا وقت المواد الجافة. بالمصفاي كوب وثلث طحين ومنخله. نص معلقة صغيرة بيكنج صودا، معلقة ونص صغيرة بيكنج باودر، رشة ملح اللي هي بنخلط من برا لبرا. وهذا هو القوام المطلوب، جاي بين العجينة والباتر. وراح اخذ ربع الخليط واحطه ببولة تانية عشان اضيف عليه الكاكاو. معلقتين كوكو باودر وانخلهم وبنخلط. وهيك الخليط الثاني صار جاهز عنا. عندي قالب الكيك هاد راح اضيف عليه شوية زيت نباتي وادهنها بالفرشاية كتير منيح، الاطراف كمان. وهيك القالب صار جاهز عنا. بنبلش باول طبقة معلقتين من خليط الفانيلا، وبنضيف معلقة من خليط الشوكولاتة. معلقتين من خليط الفانيلا ومعلقة من خليط الشوكولاتة. هيك جاهزة عنا. خبطة، تنتين، والثالثة. وراح اجيب عود خشب واحرك في الطريقة هاي. مش غلط نروح واحدة هيك وكمان مرة هيك. الفرن عندي محمى 180 وحدخلها فيه من 30 ل 35 دقيقة. بعد 40 دقيقة نشيك عليها إذا مستوية. بيرفكت. هذا الاختراع جابته لين. شكرا جزيلا، لأنه لولاكي ما كنت عرفت الكيكة إذا استوت أو لا. وبنريحها بمكان بارد من 10 دقايق لربع ساعة. وهلا أمتع فقرة. بسم الله. شايفين المنظر؟ بس والله